طبعا احنا شفنا ايه اللي حصل امبارح، وكلنا لغايه وقتنا هذا انا الابتسامه كده، يعني انا من امبارح كده. عندي فخر شديد بكوني مصري، لان مصر دوله، مصر سياسه، مصر اخد حقي بحرفتي، بحرفيه، مش بالهمجيه، مش بالصراخ، مش بالعويل، مش ان انا اضرب كده وما اوجهش الضربه بتاعتي، من ان انا مش عارفه ايه، حنيه حنيه زي الوز اللي هو ما حنش على اهل بلدي واجي على فلسطين ابقى حنين عليهم. اللي حنين في بلده حنين على بلاد غيره، عشان تبقوا عارفين. المهم الرئيس حبيبي روح قلبي، طبعا في التوقيع بتاع امبارح نزلت الصوره دي. انا على فكره ما شفتش، بس هو في حد مش فاكره مين بالظبط، عشان انا، انتوا لا تتخيلوا كميه الكومنتات اللي جات لي، حد حط لي الصوره دي في الكومنتات، فانا ايه ده؟ معقوله؟ فين كلمة عرب؟ فين كلمة العربية؟ مش معقولة. المهم نزلت البوست على اساس اعرف هو فعلا الكلام ده صح، يعني هل ينفع ان يتشال اسم عربية او يتحط اسم العربية؟ هل ده معناه ان احنا داخلين على مرحلة تانية، ان مصر هيكون اسمها مصر فقط بدون اي اضافات؟ انا نزلت البوست من هنا، ولقيت فجأة البوست في اقل من 12 دقيقة جايب 5000 لايك، معدي دلوقتي وصل ممكن ل4 مليون مشاهدة، لغاية دلوقتي 25 لايك، 1000 لايك سوري، يعني مش واخد على الالافات. معلش انا اسف. في خلال ساعة، ولقيت كل الناس داخلة فرحانة، المصريين فرحانين جدا جدا جدا. طبعا اللي حصل ان بعض الناس اللي ضد الفكرة دي اتصدموا شوية وخافوا وتراجعوا. النهارده بقى جايين بقى ايه بالايه، بالسيناريو الجديد اللي هم قالوا لهم عليه، اللي هو مكتوب هنا ارب في الوثيقه ذات نفسها. طيب، انت يا نيرفانا بتحبي ده ولا ده؟ انا بحب مصر، مصر بجميع المراحل. يعني احنا ايام الرومان كان اسمها مملكة مصر الرومانية، ولا ايام اليونان بقى اسمها مملكة مصر اليونانية، ولا ايام مش عارفة مين كان اسمها ايه، طول عمرها اسمها مصر. مصر. في ناس احنا ممكن نكون في اتفاق ما بيننا ان احنا نكون في بيننا شراكة، ماشي، اللي هو العصر اليوناني، العصر الروماني، فاحنا دلوقتي في شراكة بيننا وما بين البلاد العربية. لكن احنا في الاول وفي الاخر احنا مصر. لما ربنا ذكرها في كتابه ذكرها باسم مصر، ما قالش جمهورية مصر العربية. طيب جمهورية مصر العربية ده كاسم جاء من امتى؟ جاء من ساعة جمال عبد الناصر، ومتهيألي بعديه بشوية، وكان اسمها الجمهورية المتحدة، وكان اسمها مش عارفة ايه، وكان اسمها أبصر، لدرجة ان في فيديو للست شادية رحمة الله عليها في الوقت بتاع الجمهورية المتحدة كانت بتعيط في الفيديو ان ازاي تشيلوا اسم مصر، يعني ايه جمهورية متحدة في الفترة اللي كان فيه اتحاد ما بيننا وما بين سوريا، وهم اللي ما رضيوش عشان تكونوا عارفين. والراجل اللي قال ايه شاف ايه هنا ايه من دمشق هنا القاهرة، الراجل ده طلع عينه بعدها عشان ازاي يقول كلمة زي كده. المهم نرجع لمرجعنا. يلا بقى كانت ايام، نرجع لمرجعنا. أم، احنا اتحطينا في اسم جمهورية مصر العربية لسه من فترة قريبة، يعني مش من بعيد، يعني انا بتكلم ان جمال عبد الناصر بعديه في الوقت بتاعه رجع، فاحنا بنتكلم في كام 50 سنة 60 سنة على الاسم جمهورية مصر العربية لان ال... النظام دلوقتي نظام جمهوري مش ملكي. طيب، انا دلوقتي مصر دي انت بتحبيها عشان عربيه؟ لا انا بحبها عشان مصريه. طب انت مصر دي بتحبيها عشان جمهوريه؟ لا انا بحبها عشان مصر مصريه، بحبها في جميع الاحوال، بحب كل المراحل. بس انا بصراحه المرحله اللي احنا فيها دي بسبب ان انا بلاحظ ان كل ما احنا ما بنعمل حاجه يتم انتساب الحلو منها للعرب والوحش ليها لينا، فانا لا، ده كده اسمه لاولادنا ولاحفادنا وللناس البعيده بعد كده، ده اسمها سرقه تراث وسرقه حضاره، لان كل حاجه دلوقتي بقينا نعملها ده تراث عربي. تراث عربي. طيب، في دلوقتي دوله ما هي اصل العرب، اوكي، الدوله دي دلوقتي بقت تنسب كل حاجه لجنسيتها، تخلت عننا احنا كلنا كعرب كرابطه، وبقت كل حاجه تبع جنسيتها، فهي بتنسب لنفسها تاريخ، ده حقها، بس بقت تاخد مننا تاريخ وتنسبه ليه. فبالتالي انا مش حابه خالص ان انا حد يربطنا بناس او يربطنا بحاجه واحنا اكبر، احنا اكبر.
احنا الامه المصريه احنا اكبر. في نقطه كمان عايزه اوضحها، لان انا شفت كومنتات دي كتير، وانا بتكلم ليه كده لان في شباب صغير يعني بيفهم غلط او بيشوف الكلام ده فبيصدقه. في ناس رابطه الاسلام بالعرب، بمعنى احنا لو طلعنا من العروبه اذا احنا طلعنا من الاسلام، فبيقيموا علينا الحد. ففي ناس مثلا لما نيجي مثلا نتكلم كذا او كذا وكذا، انتوا عايزين تطلعوا من الاسلام، طب تحت جمهوريه مصر العربيه الاسلاميه. ايش دخل الاسلام في العرب؟ اولا يا فندم، للناس اللي بتتكلم شايفاني كلها، كلكم عارفين ان اندونيسيا اكبر دوله اسلاميه كانت بالكامل، ومع ذلك مش عربيه. في المؤتمر ده كان الرئيس بتاعها واقف، وفي دوله اصل العرب ما كانتش واقفه خالص، ولا الملك بتاعها جه، بتاع اندونيسيا جه، وبتاع اندونيسيا بيقف برغم ان هو مش عربي. طيب هل انت دلوقتي اللي بتقول كده، انت كده خليت المسلم الغير عربي انت لا تؤمن بيه، بقيت عامل زي ولاد العم، عندهم الناس درجات، وانت كمان بهذا الاسلوب بقيت زيهم، عامل الناس درجات. انت لو مسلم عربي فانت فوق الراس، لكن لو انت مسلم غير عربي فانت ملكش قيمة. ده فكرك. فلا يا فندم، العربية حاجة والإسلام حاجة، واللغة بتاعتي حاجة وهويتي حاجة. بمعنى أنا دلوقتي لو أنا رحت أمريكا هتكلم بإيه؟ هل أنا لو اتكلمت بالإنجليش فأنا بقيت أمريكية أو إنجليزية؟ لا يا فندم، الهوية حاجة واللغة حاجة. فيا ريت يا ريت يا ريت يكون ده حقيقة، حقيقة، عشان الحاجة تنتسب لينا كمصريين، عشان نعرف العالم ان احنا مش بلاد الرقصات، مع ان انا بحب الرقص الشرقي جدا، وان احنا مش بلاد الغوغائية والعشوائية اللي انتوا عمالين تديهم فلوس عشان يعلوا ويتشهروا، في مقابل ان علمائنا والناس بتوعنا تاخدوهم وتجنسوهم. لا، ان احنا عندنا الحجر بنخلي بالنا منه، والبشر ادي اهو الحجر طلع بقى مهم زي البشر. مش انمي، لا ما احبش انا التطبيل الغير بلدي.